السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده بقى اكلتنا بسيطة وسهلة، البطاطس السورية. اولادنا كلهم بيحبوها وبيشتروها من بره. سندوتش ب55 بالجبنة وب45 من غير جبنة. اعمليها انتي في البيت ووفري. يعني البطاطس احسن نوع بطاطس في السوق ب12 و12 ونص، ورغيف العيش ده بجيبه ب2 ونص. والتومية عملتها في البيت، يعني اكلة مش مكلفة خالص زي ما هنجيبها من بره. تخيلي بقى لو جبتي كام سندوتش بقى لاولادك وليكي وللبيت كله، هتتكلفي قد ايه؟ لكن الاكله دي مش هتكلفك اي حاجه. هنا بقى حمرت البطاطس، رشيت عليها توابل البطاطس بتديها طعم حلو قوي. والتوميه ما صورتهاش معاكم، ان شاء الله هعمل فيديو ليها مع فراخ بقى شاورما او لحمه او شاورمه لحمه او فراخ، يعني هصور لكم فيديو ان شاء الله. بس هقول لكم عملتها ازاي. التوميه جبت نص كوبايه من النشا، على كوبايه ميه او كوبايه وربع من الميه، على معلقه صغيره سكر، ومعلقتين ملح، ومعلقه خل، ونص ليمونه، وزبدايه، وتلات اربع فصوص من الثوم، وشويه زيت نحطهم بقى في الخلاط. بعد بقى ايه ما نقلب الاول النشا مع الميه على البارد، ونرفعها على النار لحد ما تتماسك، نسيبها تبرد. بعد كده نجيب بقى نضيفها في الخلاط عليها بقى الحاجات كلها اللي انا قلتها، الملح والسكر والخل والليمون والزبادي والثوم، ونضربها ضربه كويسه في الخلاط كده. ما شاء الله هتاكلي احلى توميه. والطبق اللي انا بحطه في السندوتشات ده ضافين عليه كاتشب وشطه. ما شاء الله بيبقى طعمها حلو قوي. اكله سريعه متاخدش وقت خالص، واوفر بكتير من نجيبها من بره. يا رب الفيديو يعجبكم كده ويبقى خفيف عليكم، واللي ما اشتركش يشترك عشان القناه تكبر وتنجح بيكم. والاكل بره دلوقتي يا جماعه بقى مكلف جدا، واحسن احنا نعمل حاجه في البيت. انا ضد اكل بره وبس، بضطر ساعات ان انا اجيب من بره. بس انا ضد اي حاجه بره. احلى حاجه الحاجه لما تعمليها بايديكي كده وتبقي واثقه في النظافه بتاعتها وفي نفس الوقت بتوفري. هنا بقى محطتش جبنه، ممكن تحطي جبنه موتزاريلا كده او اي جبنه بتحبيها، انا محطتش. هنا بقى اوريكم العيش ده بقى هشيله بقى جمده في التلاجة، هينفع وقت تاني. نجيب بقى الصينيه ندهنها زيت كويس علشان العيش يتحمر وياخد لون حلو. لو قللتي شويه الزيت، يعني فكرتي انتي تعمليها كده مثلا بزيت قليل، هتلاقي الصينيه دخنت معاكي والعيش اتحرق وهيبقى طعمه مش كويس. ندهن الصينيه شويه زيت حلوين عشان يتحمر معاكي ويبقى كويس. اكله سريعه وخفيفه، اولادنا كلهم بيحبوها. والحاجات دي هتبقى حلوه في البيت لما يكون عندك العيش ده في التلاجة وعندك بطاطس، عيالك مثلا يجوعوا في اي وقت او سهرانين بالليل، هما بيعملوهم بنفسهم كمان. طريقه سهله مش صعبه. هنا بوريكم بقى وهي مقرمشه، والسندوتش ما شاء الله يعني مقرمش كده وطعمه جميل. وهنا يا جماعه الكولا دي مش مقاطعه عشان تبقوا عارفين. هي اي انواع مياه غازيه تبقى طبعا مضره للعظم ولصحتنا، بس احنا بقى بنحبها نعمل ايه. هنا الفيديو بقى كان خلص معانا، يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل المشتركين، وربنا يا رب يفرح قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.